الشيخ ياسر الحبيب اللي يسب ويشتم بعائشة اللي مليار مسلم يقدسها، إذا سكتنا عن هذه بعد هو هذا انحدار إلى هوة الطائفية والاقتتال بس ما حد ساكت عنها. الحوزة ساكت، ولا أي تصريح ضد ياسر الحبيب في شجبهم يعني من مراجع. سمعت مرجع أو رجال دين بالمنابر يشجبون ياسر الحبيب إلا صغار الطلبة. هذه لا يعتد بها. من صغار الطلبة؟ لا، الحوزة في النجف أولا حوزة في النجف، ثانيا ولي الفقيه في إيران، والحوزة في قم ساكتة. ولي الفقيه من منظور سياسي هو منظور يوحد. السيد الخامنائي، الشهرودي، ناصر مكارم الشيرازي، جعفر السبحاني، كثير من الفقهاء شجبوا تصريحات ياسر الحبيب. خلي أكمل. تفضل براحتك، بس تصحيح المعلومة. لا، هذا المراجع قصد النجف ومراجع اللي مو هذا اللي ذكرتهم من بعض السلاطين يسيرون في ظل ولاية الفقيه من أتباع ولاية الفقيه، يعني سياسيين. أكو هناك مراجع ما لهم السياسة دين ولا ساكتين. مراجع النجف مثل الشيخ ياسر هذا الأيام برمضان يتهجم على عائشة ويتهمها باتهامات وسباب مقذع وشتائم اصلا ما تليق باي انسان بسيط فضلا عن رجل دين. هذا ليش؟ هذا مو ناشئ من فراغ، هذا ناشئ من انه يردون اثاره دائما اكو عداوه وكراهيه بينه وبين السنه. هذه بنفعهم، هذه يعني كل